أثناء رحلتي في الشوارع كان الجامع الأزهر من أول وأقدم الأماكن اللي صورتها. الدولة الشيعية اللي حكمت مصر من تقريبا 1000 سنة عملوا عاصمة ضخمة جدا اسمها القاهرة، وحوطوها بسور ضخم وأبواب، كانت أجمل وأقوى العواصم في العالم وقتها، وما كانش أي حد يقدر يدخلها. وكان أهم وأكبر المباني في العاصمة دي هو الجامع الأزهر، واللي مع مرور التاريخ اتحول لأهم منبر للمسلمين السنة في العالم. الأزهر بيتم النهاردة 1085 سنة على بنائه. روحانيات وإحساس بالهدوء والسعادة بيسيطر عليا لما بكون هنا. جوه هتشوف عمارة من فترات كتير مختلفة، منابر مملوكية وعمارة فاطمية ومزولة كانوا بيعرفوا منها وقت الصلاة. الأزهر بالنسبة لنا كمصريين مش مجرد جامع وبس، ده كان دايما له دور في حياة المصريين. قاوم معاهم المحتل ووقف جنبهم في المحن، وبيزوروا ناس من كل أنحاء العالم، وبيدرس في جامعة الأزهر أجانب من كل الجنسيات، وأشهر علماء الإسلام والمسلمين هتلاقيهم خرجوا من الأزهر، الجامع الأشهر في العالم. أهلا بيك من الجامع الأزهر بالقاهرة، بحييك. أنا لسه مستمر في رحلتي بين الحواري والأماكن القديمة وبحكي حكايتها. لو صليت في الجامع الأزهر قبل كده اكتب لي في كومنت.